مرحبا ام علي. أنا كيفك يا شيخ؟ مرحبا ام علي، الله يحييك. الله يعافيك. بارك الله فيك. يا شيخ أنا بسأل سؤال. نعم تفضلي. زوجي عنده فلوس مرة كتير، اي فلما أقول له أعطيني فلوس يقول لي ما عندي، فأنا لما أخذ من الفلوس فهو ما يدري. فقبل كذا أخذ منه بس ما يدري، فما أدري إذا كان صح أو لا. إذا كنت أم علي تأخذين للأشياء الضرورية جدا للبيت، مثلا تقولين له مثلا تلفون البيت مفصول سدده مثلا، أو والتلفون استعمالكم له عادي ليس تكاليف كثيرة فهو فصله تأديبا، لا إذا كان استعمالكم عادي، أو قلتي له مثلا الأولاد يحتاجون ملابس للعيد أعطينا شيء، أو مثلا نحتاج إلى حفائض للأولاد الصغار، شيء ضروري للبيت فلم يرضى، تأخذين بقدر الحاجة فقط. ايوه في اشياء ضروريه، انا اخواني ايتام في السودان اساله ما يعطيني. اي لا ما يجب اذا اخذته فهو ما يدري. لا ما ام علي لا يجب عليه ان يعطي اخوانك، هو واجب عليه يصرف عليك انت وابنائه. اما اخوانك فهو اذا اعطاهم فجزاه الله خير، هذا يعتبر هديه منه. اما اذا ما اعطاهم لا يجوز تاخذين وتعطين اهلك. فاذا انا اولادي محتاجين فاذا اخذت كيف؟ تاخذين بقدر الحاجه ايضا، بمقدار محدد، يعني تحتاجون 100 ريال تأخذين 100 ريال، ما يجوز تأخذين 1000 وتقولي والله سأشتري لكل واحد مثلا 10 بدل ما أشتري بدلة واحدة، تأخذين بقدر الحاجة. تسلم. بارك الله فيكم. طبعا